انت عارف ان عدد سكان القاهرة الكبرى تجاوز ال 20 مليون نسمة؟ في دراسة اتعملت سنة 2020 بتقول ان مصر سابع مدينة على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية، مولود كل 17 ثانية، يعني على 2025 هنكونوا وصلنا 200 مليون. طبعا مع مشكلة التكدس هتلاقي مشكلة التلوث. ساعتها قرر الرئيس انشاء 45 مدينة جديدة. ما هو مش هينفع مصر كلها يعني تبقى عايشة في القاهرة، فعمل مدينة زي اسيوط الجديدة، اسوان الجديدة، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، وطبعا العاصمة الإدارية الجديدة. مفيش شك ان مشروع قناة السويس هو من اهم مصادر الدخل القومي لمصر، وانه لا يقل اهميه عن مدينه العاصمه الاداريه الجديده. 2015 بعد تفريع قناه السويس الجديده، مصر كانت عايزه الشركات اللي بتنقل حاوياتها من طريق السويس تيجي وتفتح مصانعها هنا، بدل ما تصنعها في بلدها وتنقلها وتشحنها، لا تيجي وتفتح مصانعها هنا وتبدا تشحن من عندها. ده كان هيسرع الرحله وهيقلل لهم المده، فبالتالي في سرعه في الانتاجيه، وده هيزود لهم ارباحهم اضعاف اضعاف. ولكن ده ما حصلش. المستثمرين كانوا شايفين ان انت عندك شويه حاجات ناقصه، زي ان انت ما عندكش طرق ممهده، ما عندكش مدينه سكنيه قريبه لقناه السويس للموظفين والعمال، النت عندك كان وحش، وكان عندك ارهاب. مصر ساعتها خدت شويه قرارات سريعه. اولا صلحنا النت وغيرنا الاسلك النحاس لفايبر اوبتكس، عملنا مجموعه مدن جديده اهمهم العاصمه الاداريه الجديده، عملنا شبكه طرق مهمه جدا، عملنا المونوريل، وعملنا قطر سريع لنقل البضائع يربط الجلاله بالسويس بالعاصمه الاداريه الجديده بمدينه العالمين وصولا لحد مرسى مطروح. طبعا اهم حاجه عملناها ان احنا قضينا على الارهاب. العاصمه الاداريه الجديده مساحتها 170 ألف فدان، يعني قد القاهرة الجديدة مرتين، قد باريس عاصمة فرنسا 7 مرات. متخيل حجم العاصمة دي هتكون عامل ازاي؟ حاجة كده تليق بان هي تكون عاصمة مصر الجديدة فعلا. العاصمة الإدارية الجديدة هتبقى مدينة سياحية على أعلى مستوى، هيبقى عندك أكبر جامع في مصر، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، أطول برج في أفريقيا، وأكبر حديقة مركزية على مستوى العالم قد السنترال بارك اللي في أمريكا مرتين ونص. هيبقى عندك أكبر مدينة معارض الإكسبو سيتي، وهيبقى عندك مدينة طبية كبيرة فيها كل التجهيزات المطلوبة للمستشفيات العالمية، وهيبقى فيها أجهزة على أعلى مستوى. ده غير المدينة التعليمية اللي هيبقى فيها أكتر من 20 جامعة انترناشونال، وده هيخليك هاب تعليمي لكل الدول اللي في المنطقة. ده غير المدينة الرياضية والمدينة الأولمبية اللي هيستضيفوا أحداث عالمية رياضية زي كأس العالم لكرة اليد 2019 تلعب في مصر. العاصمة الإدارية الجديدة هي المدينة اللي هتدار منها مصر على الأقل 200 سنة الجاية، فيها القصر الرئاسي، فيها مقرات لكل الوزارات والبنوك، فيها مجلس الشعب، مجلس الشورى والبرلمان، وفيها منطقة الأعمال المركزية، ودي هتبقى مقر إقليمي لكبرى الشركات اللي هتيجي تفتح في مصر. تخيل بقى لو انت عندك مكتب هناك، تفتكر المكتب ده يتأجر بكام؟ ولا لو اشتريت النهارده بمقدم اقساط على سنين طويلة، تفتكر لما العاصمة تشتغل بكامل كفاءتها تقدر تبيعه بكام؟ الجزء الثاني انا هشرح لك منطقة منطقة جوه العاصمة، وهقول لك عيوب ومميزات كل منطقة، وهقول لك نشتري فين وما نشتريش فين لو بندور على ايه. بس طبعا عشان تشوف الجزء الثاني لازم تعمل لي فولو، كده كده انت المستفيد. سلام.